ايه اكبر مشكلة ممكن تواجه شركة عقارات او استثمار عقاري في ان هي تبني او ان هي تسلم مشروع؟ ايه اكبر مشكلة ممكن تواجهكم؟ هو ما فيش اي مشكله ممكن تواجهك غير مشكله واحده بس، ان انت ما يكونش عندك سيوله كافيه قبل ما تخش المشروع ومستعد ان انت لو المبيعات ما غطتش، لان ده هو اصلا دايما اللي بيحصل دايما يعني. مفيش مطور بيبني من فلوس الناس، دي ما بتحصلش. لا ما بتحصلش. هو وللاسف برضه يعني بعض اخواتنا يعني وقعوا في التريب ده كتير وحصل لهم مشاكل كتير بسبب ان هو اعتقد ان هو هيقدر من تحصيلات العملاء بس يقدر ان هو يبني. هو بيتاخر ليه؟ لان هو معتمد على تحصيلات العملاء اللي هي اصلا عمرها ما هتغطي معاك المباني والتشطيبات والحاجات اللي انت هتعملها في مكان، استحاله. وقسط الارض فلو ما كانش معاك ثمن ارض اوريدي وعلى الاقل 20 30% من قيمه عشان بس برضه ما نبالغش يعني من قيمه المباني بتاعتك، لا طبعا الموضوع فيها حبس يعني. بس طبعا كل واحد بيبقى عارف، كل واحد عارف اموره. انا بكلمك عن نفسي. اكيد طبعا. انا بكلمك عن نفسي. انا اي مشروع دخلته انا عارف ان انا عندي قدره ان انا ابنيه من اول لاخره من غير ما اخد جنيه من العميل.